بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين. إخواني المواطنين، أخواتي المواطنات، معكم الراغب في الترشح السيد بوعيش عبد الغني للانتخابات البلدية. كاين واحد المواطن يعني بارك الله فيه وجزاه الله بكل خير، قال لي إن شاء الله كي ترشح الانتخابات وتفوز بالانتخابات رايح ندعمك بكمية كبيرة من الأشجار تغرسها في الحي. يا أخي الكريم، بارك الله فيك وبارك الله فيك وبارك الله فيك. أنا الشيء اللي راح نترشح عجل مش هذا هو يا أخي الكريم، قال لك ناس بكري اللي مزين من برا ويش حوالهم من الداخل. أنا الشيء اللي جابني حاب نترشح وحاب باه نوصل ليه هو أني نقضي على السكنات الفوضوية. الناس راهي تعاني في أزمة كبيرة خلاها من السكن يا أخي الكريم. يعني خافوا ربي خافوا ربي. كيفاه نروح نزين أنا المحيط وواحد ما عنده السكنة، كيف راح يستمتع بالمنظر تاع المحيط هذا؟ كيف راح يشوف المحيط هذا بنظره ملاحه وهو ما عنده السكن عايش في براكه؟ كاين ناس اخرين راهم مهددين ساكنين في عمارات، العمارات هذه راهي مهدده بالخطر وبالسقوط في اي وقت. تلقاه مسكين راقد به بولادو وحاكم قلبه يقول لك بالك اليوم تطيح بالك غدوه تطيح. هاي المشاريع اللي هي عاجل انا وحبيت نترشح عاجل انا، مش اللي جايبها نغرس شجره ونغرس ندير حاجه اخرى. كاين كذلك الطرقات راهي حاله يرثى لها. كاين حاجاكم وعزكم الله لي روغار تجي الشتاء تولي بركه تاع ماء تقول لها بحيره الطيور. هذه المشاريع اللي حاب ندير نقضي عليها انا، ندعم الناس ندعم الشباب كيفاش ما نلقى لهم مناصب عمل يليقوا بهم ويليقوا بالمناصب تاعهم. الناس راهي عندها شهادات جامعيه، الناس راهي عندها شهادات في التكوين المهني مش قاعد تخدم. هاي المشاريع اللي هي عجل هنا، مش عجل جاي باش نغرس شجره. كي يعود المورال تاع المواطن مليح وساكن ومعيش لابل بي، راه وحده راح يجي يغرس وحده، وراح تلقى كل مواطن راح يغرس شجره قدام الحي تاعو. وان شاء الله نتعاونوا فيها. هذيك تاع التزيان سهل التزيان. انا واحد من الناس راح نتكفل نجيب لكم حتى من عند محافظه الغابات 1000 شجره لا حبيتوا، ونغرسوها كل مع بعضنا ونتكلفوا بالسقي نتاعها وكلش. الفايده مش في الجر ومش في التزيان، الفايده في الصح، في السكن وفي العمل وفي انزاج البنيه التحتيه للمواطن باش يعيش المواطن في كرامه وفي سعاده. هذا هو الشيء اللي جيت عجله ونترشح عجله. كيف انا يزينا بالقدوبات ويزينا من التنوفيق ويزينا من الحوايج الفارغه هذه تاع نغرس لك شجره ونغرس لك نخله ما تخرجش عليه الحكايه هذه. وما نحبش انا الناس تحكي لي الحكايه هذه. حبيت تحكي لي يا خويا روح عاوني دعمني بالسكن للناس. ها حبيت تحكي لي صح. هاك مثلا الصور تمدوا فيهم الناس منا ومن هنا. اروح دعم اخويا خوتك المواطنين يستفادوا من السكن. هذا هو الشيء اللي جاي على جالو انا. بالمناسبه من هذا المنبر ان شاء الله نشكر السيد والي ولايه عنابه على الانجازات العظيمه اللي راه يقوم بها، سواء على مستوى مدينه عنابه او على حي سيدي سالم، ومؤخرا في المشروع اللي راه يدير فيه في سيدي سالم. كذلك نشكر كل اعضاء الحكومه واعضاء الدوله، وعلى راسهم السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون. والسلام عليكم ورحمه الله.